ازيكم يا اصحاب، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي يا صحابي. النهارده هنحكي حدوته سوا في لعبة توكا بوكا. يلا نبدأ. نتصرف ازاي يا صحابي لو حد بنحبه كشف اسرارنا بالغلط؟ يلا يا اصحابي تابعوا الفيديو ده عشان تعرفوا. ايه ده بقى؟ ده هنا اتأخرت قوي. احنا كنا متفقين نتقابل من ساعة وكده الأكلة هي برد. خلاص يا هنا ما تضايقيش نفسك، دي زمانها جاية أكيد، يعني في حاجة أخرتها، مش قصدها تضايقنا. ازيك يا أميرة؟ ازيك يا سلمى؟ معلش اتأخرت عليكوا شوية. ازيك يا أستاذة هنا؟ اتأخرت كل الوقت ده. معلش بقى يا صحابي، أصل هنا مش بتنزل من البيت غير لما تكوي شعرها، عشان شعرها مش ناعم وبتتكسف حد يشوفه وهو مش واكوي. وقعدوا يا صحابي وأكلوا سوا، بس للأسف يا صحابي هنا كانت زعلانة. سلمى، أنا كنت عايزة أحكي لك على حاجة مضايقاني. خير يا هنا؟ مالك؟ احكي يا حبيبتي. أميرة مضايقاني جدا، كل ما تشوف حد من أصحابنا تقوله على موضوع إن شعري مش ناعم، وأنا حكيالها هي وبس، يعني ده سر وأنا ما قلتوش لحد أبدا غيرها. مش من حق الناس تعرف الحاجات اللي تخصني، وطول الوقت بتكسفني. طب انتي طلبتي منها ان محدش يعرف الموضوع ده ابدا غيركم؟ لا، بس افتكرتها فهمت. طب انا عندي الحل. انتي لازم تقعدي معاها وتفهميها ان دي حاجة بتزعلك، وهي لو بتحبك هتبطل تعملها، وانا متأكدة جدا 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 ان ده هيحصل. انما لو سكتي وفضلتي تعدي وتطنشي هتلاقي نفسك واحدة واحدة ما بقيتيش تحبيها وبتبعدي عنها غصب عنك. وتعودي لو حد بتحبيه ومهم عندك لازم على طول تعرفيه شعورك علشان ما تظلمهوش وتديه فرصة عشان يصلح أخطائه. إنما لو لقاكي بتبعدي عنه ومش فاهم مالك وإيه اللي حصل عشان تبعدي، هيبقى مش فاهم حاجة وهيفتكر إن انتي اللي مش عايزة تكلميه تاني. تصدقي كل كلامك صح يا سلمى، أنا هعمل كده وأشوف هتقولي إيه. بس خدي بالك باقي أصحابنا ما يعرفوش، لأن طول ما المشكلة صغيرة هتتحل بسهولة. إنما لو باقي أصحابنا اتدخلوا كل واحدة هيبقى عندها رأي مختلف، والمشكلة هتكبر وتزيد ما بينكم ومش هنعرف نحلها، وكل واحد هيفهمها بطريقته، وناس هتاخد صفك وناس هتاخد صف أمير، ومش هنوصل لحل أبدا. وأنا عن نفسي مش هقول لحد أي حاجة من اللي انت حكيتها لي ولا كأننا اتكلمنا في الموضوع. شكرا يا سلمى إنك سمعتيني وساعدتيني، انت صديقة حقيقية ومخلصة. أميرة، ممكن أتكلم معاكي شوية؟ طبعا يا هنا اتكلمي. أنا بتضايق قوي منك لما بتقعدي تحكي لحد عن موضوع شعري. أنا مش حكي لحد غيرك ومعتبرة إن ده سر من أسراري. أنا أسفة يا هنا جدا، أنا ما كنتش متخيلة أبدا إن دي حاجة ممكن تزعلك. أصل كل اللي بيبقوا معانا وقتها كلهم أصحابنا، فافتكرت إن عادي يعرفوا. بس انتي عارفة يا أميرة إنك أقرب صاحبة ليا فيهم. أنا مش هكرر أي حاجة تزعلك أبدا، وأنا فعلا ما قصدتش، وأنا مبسوطة منك جدا إنك قلتيلي وفهمتيني. أصل أنا ما ينفعش أكون بحب حد وهو كمان بيحبني وأعمل حاجات تزعله مني. أنا برضو قلت أميرة بتحبني، أكيد مش قصدها تزعلني وتضايقني أو تكشف سري. يعني انتي قابلة اعتذاري يا هنا؟ طبعا انتي صاحبتي وحبيبتي وما اقدرش ازعل منك. عارفين بقى يا صحابي ان لو حد قلناله ان حاجة بتزعلنا ويعملها تاني نفهم على طول ان هو مش بيحبنا وما يستاهلش حبنا ليه، وندور دايما على اللي بيهتم باحساسنا ومش بيهون عليه زعلنا، لاننا نستحق ده. وانتوا كمان يا صحابي لو حد جه واجهكوا بحاجة مزعلاه فيكوا خلوا مخكوا كبير وما تزعلوش منه أبدا،
وفهموا إن ده حب. انت لو مش مهم عنده ما كانش جو كلمك. أشوفكم على خير في حطوطة جديدة، توحشوني جدا. باي.